السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هذا الذي يقول أنه مسلم كيف يقرأ القرآن؟ إذا كنت ممن يجعل الدين لا يؤخذ إلا من القرآن فأنت لا تقيم صلاة. كيف تصلي؟ كيف تقيم أركان الصلاة؟ كيف تصلي؟ أنت ما تصلي. منامور، جاوب على السؤال. ما رأيك بمذهب الصحابة؟ ماذا تعتقد بمذهب الصحابة؟ تكلم. أنا لا أقول لك اتبع مذهب معين أو محدد، فقط أخبرني عن مذهب الصحابة. وهل أنت قرآني؟ ما هو مذهبك؟ كيف تقرأ القرآن؟ القرآن وصل إلينا ليس فقط كتابة، لا، إنما أداء. أنت كيف تفرق تقرأ ألف لام ميم ولا تقرأها ألم؟ لماذا لا تقرأها ألم؟ لماذا تقرأها أحرف مقطعة؟ لماذا؟ من الذي علمك؟ من؟ نفصل الآيات. ومن قال لك أن معنى آيات يعني آيات القرآن فقط؟ من الذي قال لك هذا؟ هذا يحرفون كتاب الله بطريقة يعني يظنون أنهم مصلحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال أنت كيف تقرأ القرآن؟ أنت قبل أن تفهم القرآن لابد أن تعرف كيف تقرأ القرآن. أنت أجبني كيف تقرأ أحرف ألف لام ميم ولا تقرأها ألم؟ هذا سؤالي. كيف؟ صحيح يا أبو مريم، أنا أتفق معك، لكن آيات القرآن من ضمن الآيات هذه. الله فصل الآيات كل شيء، فصل كل شيء تفصيلا، بالذات في الكتاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذه الآيات كلها تقصد أن الكتاب مفصلا، وهذا لا ينفي أن الله فصل جميع الآيات كالشمس والقمر والكون بشكل عام. أنت تسألني يعني أنك لا تجيب على أسئلتي. أنا تسأل، ما في مشكلة. القرآن فصل وأمر باتباع السنة، والسنة فيها التفصيل. أنت الآن تقول القرآن فصل، تقول القرآن فصل فقط. هو القرآن هو المراد بالتفصيل فقط، ولا يوجد تشريع مصدر للتشريع غير القرآن. السؤال لك كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقيم صلاتك؟ تفضل يا شيخ. لا تجلس تهدي ولا تحرف كتاب الله سبحانه وتعالى. بعدنا ما اتفقنا على كيفية تفسير كتاب الله، لا، نحن الآن في كيفية قراءة القرآن، أداء القرآن. السؤال هو كيف تقرأ القرآن؟ من الذي علمك تقرأ القرآن بهذه الطريقة؟ من الذي علمك تقرأ ألف لام ميم أحرف ولا تقرأها ألم كلمة؟ أعطني جواب. لا يا أبو جعفر، من جدك أنا أتناقش مع أبو مريم، أنا خلاص بس أعطيته هذه الشغلة، هو جاي يتفلسف. وين الصلاة؟ وين الصلاة؟ يا أخي تعال يا أخي، أنا أصدقك الحين ولا أصدق الله؟ الله يقول فصل كل شيء، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الكتاب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. الله يتكلم عن القرآن، يا تقول لي ما يتكلم عن القرآن، يتكلم عن شو يعني؟ يتكلم عن إيش؟ فأنا بس حبيت أنبه أبو مريم فقط. تبغى تسجل الكلام هذا سجله، لكن هذا ما هو حوار ترى، يعني ولا أحد خبرني ولا في اتفاقية على حوار عشان تقول تسجل حوار، لكن سجل ما في مشكلة. على فكرة بخصوص ألف لام ميم وألم، الله عز وجل ذكر أنه حفظ القرآن بصيغتين وفي آيتين. قال إن نحن نزلنا الذكر إن له لحافظين، والذكر هو الصيغة اللغوية، يعني ذكر. حتى شوف القرآن مثلا كلمة إبراهيم في سورة البقرة تكتب إبراهام بدون ياء، نقراها إبراهيم، معناه أن الله حتى حفظ رسم القرآن وحفظ نطقه حتى كمان. الآية الأخرى تقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، هنا الله حفظه
كحفظ كامل، أنه ما يأتي له تحريف ولا يأتي قول زائد ولا حد ينقص منه. فالقرآن وصل بحفظ الله عز وجل، نقلوه الرجال نعم، لكن الله حفظه وتدخل في حفظه، وحفظه رسما وكتابة وفهما ونصا، وحفظه حتى من أن يستطيع أحد أن يخفيه على الناس، أو أن أحد يقدر يشوش الناس عنه. حفظه الله، حفظه، وهو بالغ، وهو حجة على القرآن. منى عمور يزعم بأنه يرد عليه. يا منى عمور، ممنوع النقل، الله يسعدك، ممنوع النقل. أنا سألتك سؤال، كيف تقرأ القرآن؟ قلت الله حفظ القرآن، الله تعهد بحفظه. أنا سوف آتي إلى نصوص التي تعتمد عليها أن الله تكفل بحفظه. أنت إيش عرفك أن ما تستدل به على أن الله تعهد بحفظه، إيش دراك أنها صحيحة؟ أليس من السند؟ أليس ممن نقلوا لك؟ هذا السؤال أنت لا تستطيع أن تجيب عليه. لماذا؟ لأنك تعتمد على القفز. أنت تفسر القرآن من عندك ثم تأتي وتقول هذه أدلتي، 1 2 3 4 100. يستطيع كل أحد يفسر القرآن بما يشاء، ثم يظن كل ما يقوله ردود، ويظن أنه أفحم الأطراف الأخرى. فلا يا أبو مريم، أنا أعلم أنها صحيحة، لأنك لن تستطيع أن تأتي بمثله، ولو جيت أنت وجماعتك كلهم، ولو جيت أنت والفقهاء كلكم. هذا كلام الله، نعم، إيه أنا متأكد منه، وتحداك تجيب زيه، ما تقدر، لا أنت ولا غيرك. وهذا الأمة الإسلامية كلها متفقة على القرآن، كلها مختلفة على الروايات هذه اللي تدافع عنها أنت الآن، وهي اللي خلتك تتحارب مع أخوك المسلم الآخر. أنا الآن جاي واحدة، جاي، لا تستعجل، جاي. كيف تقرأ القرآن؟ الله تكفل بحفظ القرآن. ما أجبت. كيف تقرأ القرآن؟ الله تكفل بحفظه. أنت كيف تقرأه؟ هناك من نقل هذا القرآن والله تدخل بحفظه. إيش عرفك أن النصوص التي تستدل بها على أن الله تعهد بحفظه أن هذه النصوص أساسا من الله سبحانه وتعالى؟ كيف عرفت؟ يعني أنت تأخذ بالإجماع الذي هو ليس قائم بذاته، وتكفر بالسنة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله قائم بنفسه. يعني أنت الآن تقدم الإجماع والاتفاق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب. السؤال المطروح: ما هو الدليل على حجية الاتفاق والإجماع حسب دينك أنت؟ أعطني بارك الله فيك الدليل. ها يا شيخ منمور، ما أجبتني، الله يسعدك. لاحظوا بارك الله فيكم، الذين يسمون أنفسهم قرآنيين، إيش تريد؟ أدلة؟ عندهم أدلة، يملأوا لك الغرف أدلة، يملأوا لك الكتب أدلة، ولكن كل هذه الأدلة لا علاقة لها بالموضوع، لا علاقة لها بالموضوع أبدا. لماذا؟ كيف هذا؟ هناك شيء اسمه دليل، وهناك شيء اسمه دلالة. أنت إذا أتاك سؤال تجيب بدليل صحيح الدلالة حسب السؤال. القرآن ما لا يفعل، هو يأتي بالدليل، ولكن هذا الدليل كيف المدلول، كيف عرف مدلول هذا الشيء؟ هو بمزاجه، مرة يأخذ بالظاهر، مرة يأخذ باللغة، مرة يأخذ بالمجاز، مرة يأخذ بكذا، مرة يأخذ بكذا، يأخذ بالإجماع، يأخذ بالاتفاق، وهكذا. الآن بالعقل
بالعقل. لو قلت لأحد مسلم، لو قلت له ما هو دليل الإجماع، سوف يأتيك بنصوص شرعية تدل على الإجماع. أما شخص كافر بالسنة ويقول والله الاتفاق والإجماع المسلمون كلهم مجمعون على، طيب من حكى أن الإجماع حجة؟ من حكى هذا؟ من حكى هذا؟ عندك نص من القرآن تفضل به، عندك نص من السنة التي تكفر بها تفضل به. إذا بارك الله فيكم، القرآني حاله حال الذي يعتقد بأن القرآن كالخميني وغيره، أن القرآن لا يفسر بظاهره إنما له باطن. كيف أعمال المسلم ظاهرة وباطنة، أعمال الإنسان ظاهرة وباطنة، القرآن عندهم والعياذ بالله هذا كلام كفر، ظاهر وباطن. عندهم باطن، القرآنيين عندهم باطن، يفسرون القرآن بطريقتهم. فأي سؤال تسأله يأتيك بأدلة وبكلام كثير وبنصوص من القرآن كثيرة وكثيرة جدا، ولكن هذه النصوص بمفهوم من؟ بمفهومه هو، بمفهومه هو. فالذي يكفر بالسنة، الذي يكفر بالسنة يؤمن إيمان تام إذا كان يأخذ بالقرآن فقط بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب المسلم حتى بما لم يفعل. يعني بمجرد أن يريد سوء بقلبه وما فعل هذا السوء يحاسبه الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يعتقد هذا، يقول الله مش ظالم، أنا ما فعلت هذا الفعل، كيف يحاسبني الله سبحانه وتعالى؟ القرآني الذي يكفر بالسنة، لأن السنة فيها نسخ حكم لهذه للآيات التي تريد هذا المعنى. طيب بارك الله فيكم، شكر الله لكم. حيا الله عتيبي وحيا الله جعفر. استاذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري أخوي خالد خلص ولا باقي؟ طيب بالنسبة لكلام عبد الحليم مش حافظ، يعني عبد الحليم أعرفه من 4 سنوات، يناقض نفسه، يقول أنه ينكر السنة وأنه قرآن، وبعد فترة نجده يقول أنا أصلي وفق السنة العملية. طب أنت أصلا أنكرت السنة. الأمر الثاني، الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القول نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ أو لا يا عبد الحليم؟ تفضل. إذا قلت لا كفرت بالله عز وجل يا عبد الحليم. تدري ليش؟ لأنك أنكرت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة مؤقتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، في بعد وفاته ما هو برسول. تفضل يا عبد الحليم، رد علي يا عبد الحليم، لا تنزل ولا ترد، رد بارك الله فيك. يا منامور اطلع معك. تدري ليش؟ لأن ردك متناقض. الله عز وجل نسب النهي والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نسبه إلى القرآن، ما نسبه إلى كلامه، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله عز وجل يأمر المؤمنين بالتقوى. الله عز وجل في هذه الآية أمر المؤمنين، الله عز وجل في هذه الآية أمر المؤمنين، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تفضل رد علي بارك الله فيك. هل الأمر والنهي في هذه الآية منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أم للقرآن؟
يا عبد الحليم سؤالي واضح والله ما في أوضح. هل الله عز وجل في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نسب الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم أم للقرآن؟ وبينت لك في آية أخرى أن الله عز وجل يستخدم الألفاظ والنواهي لنفسه، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس. الآيات كثيرة، لكن السؤال اللي الآن أنا أطرحه عليك وقلت لك هل الله عز وجل في هذه الآية نسب الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا ما عندك جواب قل ما عندي. طيب يا عبد الحليم، لكن على العموم حقيقة أنا أعتبرك منسحب من الحوار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.